ناس بتكسب من التداول آلاف الدولارات وناس تانية بتقولك ده قمار. يا ترى ايه الحقيقة؟ ويا ترى يعني ايه اصلا تداول وازاي نكون بنتعلمه ونفهم المفاهيم الأساسية اللي موجودة فيه؟ ده اللي هنحاول نكون بنعمله مع بعض في السلسلة دي، في سلسلة تعليم كورس التداول للمبتدئين. بشكل بسيط جدا هنتكلم يعني ايه تداول، ايه الفرق ما بينه وما بين الاستثمار، ايه انواع التداول والستايلز بتاعته، ازاي نكون بنبتدي فيه، ايه اهم المؤشرات، ازاي نكون بنعمل ماني مانجمنت وإدارة للأصل بتاعنا، وازاي نكون بنعمل ريسك مانجمنت. هو ده اللي هنكون بنتعلمه مع بعض في السلسلة دي اللي ده أول فيديو فيها. أنا رانيا إسماعيل، بدأت رحلتي في التداول من البيت، اتعلمته لوحدي وبقالي حاليا أكتر من سنتين شغالة فيه وبشتغل فيه وأنا بلف العالم حاليا وأنا عايشة في بالي بقالي أكتر من سنة ونص تقريبا. في السلسلة دي هنحاول نكون بنبسط الموضوع من غير تعقيد. بكل بساطة يعني ايه تداول؟ التداول هو ان انت بتشتري financial asset او اصل مالي زي عقار، عملة، سهم، فوركس، وبتبيعه بسعر اعلى، والمكسب بتاعك بيبقى الفرق ما بين السعر اللي انت اشتريته بيه والسعر اللي انت بتبيعه بيه. زيه زي اي تجارة بس اونلاين وسريع. طب ايه هي الستايلز بتاعة التريدنج؟ يعني دايما بتلاقي واحد بيقولك اصل انا سكالبر، اصل انا سوينج تريدر، اصل انا داي تريدر. يعني ايه كل ده؟ أول نوع وهو السكالبينج، وهو التداول على فترة زمنية قصيرة جدا زي دقايق أو ساعات بالكتير. أما السوينج فهو التداول على فترة أطول شوية، ممكن يكون التريدة بتفضل مفتوحة مثلا بالأيام أو بالأسابيع. أما البوزيشن تريدنج فهو إن أنت بتفتح التريدة، بتفتح الصفقة وبتسيبها لحد ما تتقفل. لحد ما تتقفل دي ممكن تقعد بالشهور، فهنا أنت بتبقى بتشتغل على تايم فريم أعلى شوية زي ال4 ساعات أو ال1 داي. اما الداي تريدنج فهو ان انت بتفتح الصفقات وبتقفلها في نفس اليوم، يعني ممكن تكون الصفقات بتقعد على مدار ساعات ولكن قبل ما بتنام بالليل بتكون قفلت كل الصفقات بتاعتك. طيب تداول ولا استثمار؟ وايه الفرق بينهم؟ الاستثمار هو ان انت بتشتري الاصل وبتسيبه سنين كنوع من انواع الاستثمار على المدى الطويل. اما التداول فهو بيعتمد اساسا على ان انت بتحاول تستغل الحركة اللي بتحصل في السعر على الفترات الزمنية القصيرة. طيب هل التداول قمار؟ ده السؤال اللي دايما بيتكرر. القمار بيعتمد على الحظ، لكن التداول بيعتمد على ان انت تكون بتعمل تحليل فني، بتعرف تكون بتخطط وعندك استراتيجية مظبوطة، بتعمل إدارة لرأس المال بتاعك، بتعمل إدارة للمخاطر. وإلا لو ما عملتش ده كله فهو هيبقى قمار. فبكل بساطة انت مش بتخمن، انت بتستخدم مؤشرات وأدوات عشان تكون بتحلل وبتاخد قرار مدروس، ويبقى اللي انت بتعمله بيزنس مش قمار. ومع الممارسة لو علمت نفسك صح هتقدر تكون بتتحكم في أهم حاجة في التريدنج، وهي إن أنت تكون بتعمل ايموشنز مانجمنت، تعرف تكون بتتحكم في عواطفك، ولما تتحط تحت خطر تعرف تكون بتتصرف إزاي وتدير المخاطر بشكل صح. طيب مين اللي بيكسب من التداول بجد وبيستمر؟ لان هي الفكرة مش في ان انت تكون بتكسب مرة وخلاص، الفكرة في الحفاظ على الاستمرارية بتاعة المكسب. محدش بيكسب كل يوم ومحدش بيكسب كل الصفقات، اللي يقولك كده يبقى بيضحك عليك. ولكن المهم ان انت تكون بتعوض الخسائر دي وتستمر، ويكون الويننج بتاعك او المكاسب بتاعتك اكبر من الخسائر. فبكل بساطة اللي بيكسب في التريدنج هو الشخص اللي عنده استراتيجية واضحة، عارف يعمل إدارة للمخاطر، عارف يعمل إدارة لرأس المال بتاعه، عارف يكون بيتحكم في عواطفه. ومش لازم تبدأ بمبلغ كبير، ولكن لازم تبقى عارف انك لو بدأت بمبلغ صغير زي $100 مثلا او غيره هتكون المكاسب بتاعتك قليله. ولكن اغلب البلاتفورمز اصلا بتحلك ان انت تكون بتجرب وبتمارس التريدنج بتاعك على ديمو اكونتس. ولو انت بتستخدم تريدنج فيو اللي هو الاداه اللي احنا هنكون بنتكلم عنها اللي اغلب التريدرز بيستخدموها في التحليل، وهتلاقي عليها كل الفاينانشال اسيتس سواء ستوكس او فوركس او كريبتو. فبرضه في حاجه اسمها بيبر تريدنج على تريدنج فيو تقدر تكون بتستخدمها في ان انت تكون بتعمل ممارسه للتريدنج وتعمل تيستنج للاستراتيجي بتاعتك من غير ما تكون بتخاطر بفلوس حقيقيه. في الفيديو ده فهمنا ان التداول مش قمار، وانه زيه زي اي تجارة بس محتاجة هدوء والتزام واستمرارية. في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن المؤشرات والادوات اللي نقدر نكون بنستخدمها في الرحلة بتاعتنا بتاعة التريدنج. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية من السلسلة ومن السلاسل التانية. اما بقى لو انت مهتم تبتدي رحلتك في التريدنج بشكل اسرع فاكتب لي مهتم في الكومنتات، وهبعت لك تفاصيل الكورس بتاعي لتعليم التداول للمبتدئين اللي مدته شهر تقريبا. وعلى مدار الكورس من تاني اسبوع بتبتدي تكون بتنفذ وبتعمل براكتسنج للتريدنج بايدك.